ايوه يا عيشه اشجيني، وريني كده تريكات البلاشر الجديده بتاعت النهارده ايه. يا ريتني ما شفت ولا كملت الفيديو. بصوا يا جماعه، يعني انا مش عارفه هما بيجيبوا الافكار دي منين بصراحه، اللي هو انا اخد الكومباكت بتاعت البلاشر دايركت والطحها على وشي، والمفروض ان دي هاك او تريكايه، معرفش بقى بتختصر الوقت ولا بتعمل ايه. انا مش مقتنعه بصراحه، بس مش معنى كده ان احنا مش هنجربها، لا هنجربها. هاخد النهارده البلاشر ده من هديل، هي درجه على بيتش كده تقريبا، ده البلاشر الوحيد اللي عندي اللي ينفع استخدمه بالطريقه بتاعتها دي. تعالوا بقى نشوف كده. انا يا دوب هحاول المس خدودي بالبان عشان خاطر ما بهدلش الدنيا، وشكلي اوريدي بهدلتها. اعمل نفس الكلام هنا، معرفش هي جابته على قورتها ازاي، بس انا هحاول على قد ما اقدر. هنا كمان مع اني ما بحطش بلاشر على قورتي، بس واي نوت. فرشه بقى، تعالوا ندمج الكلام ده. الفكره ان انا حاسه ان انا حطيت البلاشر في الاماكن الغلط، انا ما بحطش البلاشر هنا، انا دايما بحب ارفعه لفوق، بس انا البان مش هتوصل للحته دي عشان خاطر احطها بالطريقه اللي هي قالت عليها. حد فيهم حاجه انا قلتها؟ يعني خلينا نحاول ننقذ الموقف على قد ما نقدر. ده كده الفاينل ريزلت. البلاشر شكله حلو ومدموج وشكله كويس على البشره. هل احنا استفدنا اي حاجه من الهاك دي؟ ولا ب3 جنيه استفاده حتى. بس ان انت لو حاطه ميك اب تقيل او فاونديشن تقيل، عادي جدا ممكن تلاقيه في البان بتاعه البلاشر بتاعك، اللي هو هتبقى ميكروبات هناخدها من وشنا نحطها في البلاشر، بعد كده ناخدها من البلاشر نحطها على وشنا تاني. اللي هو صوابعك والفرش اثروا معاكي في ايه؟ استخدموا المنتجات بالطريقه الطبيعيه بتاعتها يا جماعه، الافوره دي يوسلس حرفيا. وكالعاده هستنى رايكم تحت في الكومنتس.